السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير وأهلا وسهلا بكم بقناتي مطبخ آراء سعيد. فيديو اليوم إن شاء الله راح نشوف طريقة تخزين الثوم وشون راح أسوي لكم الثوم الباودر. إن شاء الله تستفادون من هذه الطريقة ونقول بسم الله. طبعا هنا الثوم جبته فلسته وأخذت الأوراق اللي هذه اللي تصير بين طبقات الثوم، وهذا الجزء الأخضر اللي يصير قريب من العنق مالت راس الثوم، هذه راح نجففها ونطلع من عندها الثوم الباودر. تمام، فهذه نخليها على جهة. وهنا الثوم عندنا خليته بمحضرة الطعام. طبعا اللي ما يعجبها تفريز الثوم خلي تبقى على الطريقة العادية، واني منزلة شلون نحفظ الثوم مسويته مثل الضفيرة. تمام، اني بالنسبة لي بالبيت ما يحبون ريحة الثوم طاغية، فهذه الطريقة كلش ناسبتني. يعني نكهة الثوم باقية بس هاي الريحة القوية وقت الطبخ لا، ما راح نشوفها. هنا أنا خليت ملعقة ملح، ومن تثرموا لا تسووا كلش ناعم، يعني ضربات خفيفة يصير عندكم بهذا الشكل. ونحتاج إلى علب زجاجية، أهم شي تحفظوه بعلب زجاج مو بلاستيك. تمام، ما عندكم مو شرط تشترون مالت الجبن مال المربى، أي شي غسلوها وعقموها ونزلوا بيها الثوم بهذا الشكل. أهم شيء من أخلي الثوم ما أضغط عليه يا بنات، على مود من تخلوه بالتجميد من تاخذون منه يطلع بسهولة. ومن أريد أستخدمه هو وجامد أخذ منه وأرجعه. وطبعا على كل جزء من الثوم أو حافظة خليت تقريبا 3 ملاعق إلى 4 من الزيت، هاي تحافظ عليه إنه ما يتغير لونه. جربوها وإن شاء الله راح تعجبكم. للأوراق الخفيفة اللي طلعت لي بين رؤوس الثوم هذه يبست وطحنتها وهذا صار شكلها، وانتم تقدرون تطحنوها بشكل أنعم بعد. أنا حبيته هيك يكون. والجزء الأخضر كان بعده ما يابس عندي لأن أنا تركته على راحته، من يبس أيضا راح أطحنه واستخدمه. ريحته كلش يعني فريش، تختلف عن اللي نشتريها من الأسواق. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله تكونون استفاديتوا. ولا تنسوني من اللايك والشير من ايدكم الحلوة، والتقيكم ان شاء الله في فيديو جديد، واترككم في حفظ الرحمن.